حلو لما هنيدي يطلع يقول انا غلطت وراجع صالح جمهوري، والاحلى رجوع غادة عادل وسعيد حامد ونوستالجيا صعيدي في الجامعه الامريكيه. لكن لما يتمخض الجبل فيجيب مرعي البريمو يبقى محتاجين نتكلم مع الجبل. لو اول مره بتشوفني اشترك في القناه ويلا بينا. دراماتيكا. لسنين طويلة فضل محمد هنيدي متربع على عرش الكوميديا لأكتر من 20 سنة بعد ما فتح السكة قصاد جيل كامل إن هم يكونوا أبطال في السينما الجديدة في خلال الفترة من سنة 2000 وانت طالع. وطول الوقت ومحمد هنيدي بيحاول يحافظ على المكانة دي، لكن للأسف في الفترة الأخيرة كان في إخفاقات كتير جدا من محمد هنيدي خلت عرش الكوميديا يتهز من تحت رجليه. السبب في كده من وجهة نظري إن محمد هنيدي الزمن وقف بيه عند صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام وعسكر في المعسكر، إنه فضل يدور على فكرة الكاركتر، إنه يلاقي شخصية تعلق مع الناس زي ما علق معاها شخصيات كتير قدمها هو قبل كده، واللي كان آخرهم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. فيلم مرعي البريمو بيحكي عن مرعي تاجر البطيخ اللي بيورث ثروة كبيرة جدا من أهله، لكن الثروة دي بتضيع لسبب ما، وبيفضل طول الفيلم في مغامرات علشان يقدر يرجع الثروة دي مرة تانية. فكرة مش جديدة قوي، لكن قماشة يطلع منها كوميديا كتير جدا، خصوصا انه في خلال رحلة بحثه عن الثروة دي هيقابل شخصيات وكاركترز وهيقع في مواقف كتير ممكن تطلع كوميديا وتفجر ضحك كتير قوي. لكن الفيلم خد سكة تانية خالص، الفيلم قلب لمجموعة سكتشات ما فيهاش ولا إبداع ولا كوميديا، وفي أوقات كتير تقدر تقول عليها إنها طويلة ومملة، لدرجة إن كان في مشهد الممثلين اللي مشاركين فيه كانوا قاعدين بيلعبوا أفلام. حاول هنيدي في الفيلم ده إنه يوفر له كل عناصر النجاح الممكنة، فجاب غادة عادل كبطلة قدامه، جاب سعيد حامد كمخرج، جزء من نجوم SNL بالعربي اللي نجحوا في فترة من الفترات، وجاب كمان كوميديانات كتير زي علاء مرسي ومصطفى أبو سريع ولطفي لبيب واحمد بدير ومحمد محمود. لما تيجي تسمع التوليفه دي تقول اكيد فيلم هيكسر الدنيا، لكن يا جماعه البيز نفسه مش موجود، القصه نفسها مش موجوده. من فتره الستينات قدم فؤاد المهندس وشويكار افلام بتعتمد على الكوميديا العبثيه زي شنبه في المصيده، العتبه جزاز، اخطر رجل في العالم. الافلام دي تقدر تقول انها كانت تعتمد على كوميديا اللا منطق او الكوميديا العبثيه، شخصيات كتير جدا تعتبر كلها كاركترز، الموضوع نفسه غير منطقي، واللا منطقيه دي هي اللي كانت بتفجر الكوميديا واللي كانت بتخلي الناس تضحك في الوقت ده. اللي انا عايز اقوله انه مفيش مانع انك تقدم النوع ده من الكوميديا وهي الكوميديا العبثيه، خصوصا انه نوعيه فيلم مرعي البريمو كان من النوعيه دي، القصه كلها لا منطقيه، فعادي انك تقدم النوعيه دي بس قدمها بروح العصر، لان المشاهد اللي اتفرج على افلام فؤاد المهندس وشويكار وضحك عليها في الستينات غير المشاهد اللي ضحك على افلام محمد هنيدي في بداياته في بدايه الالفينات، غير المشاهد بتاع دلوقتي اللي في 2023 مطلوب منه انه يضحك على نفس افيهات صعيدي في الجامعه الامريكيه. والقياس مع الفارق ان افلام فؤاد المهندس وشويكار كان فيها كرياتيفيتي وكوميديا اكتر بكتير جدا من اللي انا شفتها في مرعي البريمو. العبث هنا ما كانش بس موجود في السيناريو، لكن اتنقل للتنفيذ على الشاشه، لدرجه ان هم استخدموا افيهات قديمه كان جايبها هو من الجامعه الامريكيه، وفكره ان محمد هنيدي يقعد يضرب في ناس اضخم منه واكبر منه وجت كلبله مالته البلد، دي خلاص فكره قديمه كنا بنضحك عليها في وش اجرام، لكن مش هنفضل نضحك عليها لحد النهارده. النوعيه دي من الافلام بتبقى محتاجه افكار بره الصندوق، وهو ده اللي نجح افلام فؤاد المهندس وشويكار في وقتها، لانك لما تيجي تتفرج على الافلام دي وهي معموله في الستينات وتشوف الافكار اللي موجوده فيها وتشوف طرافتها وغرابتها، تستغرب ازاي الافكار دي جت في دماغ المؤلف، وهو ده بالتحديد اللي بيفجر الكوميديا وبيخلينا نضحك على المواقف اللي شبه كده. لكن في فيلم مرعي البريمو مفيش اي مشهد تقدر تقول ان فيه ابداع او فيه فكره بره الصندوق. يا راجل ده جايبين مشهد للمساجين قاعدين بيلعبوا افلام جوه السجن، هو للدرجات دي بقى عندنا افلاس في الافكار؟ معظم الكوميكس اللي موجوده على السوشيال ميديا متاخده من افلام محمد سعد وعادل امام وافلام محمد هنيدي نفسه، لكن اللي حاصل في الفيلم هنا ان هم بقوا ياخدوا الكوميديا بتاعتهم من الكوميكس اللي موجوده على الفيسبوك والسوشيال ميديا. ما ينفعش ما ينفعش. وده اللي هيخلينا ننقل للنقطه الثانيه بعد كده، وهو مؤلف الفيلم. دراماتيكا. مؤلف فيلم مرعي البريمو هو إيهاب بليبل، وهو له أعمال كوميدي قبل كده زي مسلسل مكتوب عليا اللي عمله الأكرم حسني السنة اللي فاتت في رمضان، وله فيلم البعبع اللي عمله الأمير كرارة ونزل في الموسم اللي فات. واضح إن إيهاب بيتبنى الكوميديا الفانتزي أو كوميديا العبثية واللا معقول، وده اللي كان حاصل في مسلسل مكتوب عليا لما كان بطل المسلسل يصحى كل يوم
يلاقي حاجه مكتوبه على ايده والحاجه دي بتتحصل له في الحقيقه، او زي اللي عمله في فيلم البعبع لما كانت الشخصيات كلها شخصيات كرتونيه وكل الاحداث تقريبا كانت احداث لا منطقيه. بس واضح ان ايهاب بيبقى عنده فكره بتستفزه في الاول، واول ما بيبدا في مرحله الكتابه الافكار دي بتموت مع التدريج، وعشان كده اعماله على قد ما بتلاقي افكارها جديده يمكن ما تكونش اتناقشت في اعمال قبل كده، الشخصيات والاحداث بعد كده بتبقى شخصيات ممله او احداث مكرره تحس انك شفتها في حاجات قبل كده، وما بيبقاش فيها اي نوع من انواع الابداع ولا الكرياتيفيتي، برغم ان هو واخد سكه اللا منطق، يعني هو اللي بيحط منطق الفيلم اللي هو كاتبه، فيقدر يكتب ويبدع زي ما هو عايز، او بيكسل وما بيتعبش نفسه كتير عشان يطلع افكار جديده تطلع كوميديا حقيقيه ممكن انها تعلق مع الجمهور، وبيقرر ان هو يخليه ماشي في سكه المضمون اللي اتجرب قبل كده ومشي مع الناس. في حاجه كمان بقت مستفزه كتير قوي في افلام الايام دي، فكره التويست اللي بتيجي في اخر الفيلم. التويستايه دي بتتعمل عاده عشان تفاجئ الجمهور بعد ما انت كنت واخده في سكه بيكتشف ان هو دخل في سكه تانية خالص. التويستايه اللي اتعملت هنا اتعملت بس عشان يقفلوا الفيلم، لقوا ان السكتشات طولت ووقت الفيلم خلاص بيخلص، طب عايزين نقفل الفيلم، عايزين نقفل نهايه سعيده، طب يلا نعمل التويستايه دي، والسلام عليكم وعليكم السلام. Dramatica. مش هتكلم كتير عن التمثيل في الفيلم لان واضح ان ابطال الفيلم محمد هنيدي وغادة عادل كانوا وحشهم التمثيل مع بعض من ايام صعيدي، وعشان كده حبوا يتقابلوا ويعملوا فيلم جديد فطلعوا مرعي البريم. لا غادة عادل كانت راسمه الشخصيه صح ولا فاهمه تدخل لها منين، وكل اللي كانت عاملاه انها بس بتسمع الحوار قدام الكاميرا، ومحمد هنيدي كان معتمد على الافيهات بتاعته وشويه الحاجات اللي كان بيعملها في الافلام القديمه اللي ما بقتش تاكل دلوقتي مع الجمهور. مفاجاه الفيلم الحقيقيه هي انجي علي، كانوا بس جايبينها عشان يضحكوا الناس عليها. انجي علي احنا ما كناش فاهمين ايه دورها في الفيلم، هي صاحبه محمد محمود ولا مراته ولا طليقته ولا واحده عايزه تتجوزه ولا ايه ظروفها بالظبط، وكانت بتظهر وتختفي على مزاج المخرج، يعني هي ظهرت في اول الفيلم في مشهدين واختفت طول الفيلم بعد كده، وظهرت في الاخر لما راحوا سهل حشيش. من بدايه مشوارها الفني ومجدي الهواري حاطط بلان ان غادة عادل تبقى مشروع نجمه كبيره، وبالفعل اشتغل في بدايتها الفنيه على مشاريع كتير جدا تثبت فكره انها نجمه، لكن الظاهر ان غادة نفسها ما كانتش مقتنعه بالفكره دي، وعشان كده بدات تقبل اعمال كتير ما تليقش بتاريخها ولا تليق باسمها، او يمكن الاقساط ومصاريف المدارس هي اللي مخليها تقبل اعمال كتير جدا لا تليق بنجوميتها ولا تليق حتى بتاريخها اللي هي عملته. ما تخليش الاقساط تتحكم فيك، اتحكم انت فيها. سعيد حامد من المخرجين اللي لهم باع طويل جدا في السينما، وقدم افلام كتير جدا زي انا يا خالتي، جاءنا البيان التالي، صعيدي في الجامعه الامريكيه، طباخ الرئيس، عوده الندله، شورت وفانيلا وكاب. زي ما انتم واخدين بالكم ان معظم الافلام دي كانت بدايه انطلاق لنجوم كتير جدا كانوا لاول مره ياخدوا بطوله مع سعيد حامد، فهو مخرج كبير ومبدع وله ابداعات كتير جدا في تاريخ الكوميديا المصريه، لكن للاسف في فيلم مرعي البريمو هي جلت منه شويه. معروف طبعا ان سعيد حامد كان نفسه يرجع تاني يشتغل، خصوصا بعد فتره توقف طويله قعد فيها شويه يشتغل في التلفزيون وبعد كده توقف تماما عن الاعمال الفنيه. كون ان هو يرجع تاني دي حاجه مشروعه، لكن رجوعه في فيلم مرعي البريمو للاسف كانت عوده غير موفقه تمام. اللي بيخليني اقول كده ان ما كانش فيه جو عام للفيلم، ما كانش فيه قطعات مبدعه ولا مشاهد مبدعه تحس ان وراها مخرج عنده حس كوميدي، والسبب الرئيسي في كده ان الفيلم ما كانش له قصه، هي شويه سكتشات اتحطت جنب بعضها كان فيها محاولات للكوميديا شويه. فيلم مرعي البريمو من انتاج محمد هنيدي، والمفروض ان لما النجم بينتج لنفسه بيعمل احلى حاجه في الدنيا. اتفرج على نور الشريف لما كان بينتج لنفسه، اتفرج على إلهام شاهين لما انتجت لنفسها، كل النجوم لما انتجوا لنفسهم عملوا افلام تعيش، يمكن ما تكونش افلام جماهيريه قوي لكن افلام تعيش للذاكره وللتاريخ. فبستغرب جدا ان هو اللي انتج لنفسه قبل كده نبيل الجميل وبينتج لنفسه دلوقتي مرعي البريمو، كده البوصله محتاجه تظبيط يا نجم. مش هقول لك شوف عادل امام لان عادل امام يعتبر اكسبشن وظاهره مش هتتكرر مره تانية، بص على نجوم جيلك نفسهم اللي لسه مستمرين لحد النهارده، بص على كريم عبد العزيز اللي غير جلده الفني تماما بعد الفيل الازرق. مش عايز اكون متشائم واقول ان انا خايف مصير محمد هنيدي يبقى نفس مصير محمد سعد اللي فقد بوصلته الفنيه ومش لاقي الدور اللي يرجعه تاني ياخد جماهيريته اللي كان واخدها من زمان. محمد هنيدي محتاج يغير طريقه تفكيره في اللي بيقدمه للجمهور، محتاج يغير نوعيه الادوار اللي بيقدمها، يمكن يغير لنوعيه مش كوميديه، او ممكن تكون كوميديا خفيفه، او ممكن تكون كوميديا موقف، مش لازم تبقى كلها كوميديا افيهات. الموضوع مش موضوع الكوميديا وبس، موضوع انا ينفع اقدم ايه للجمهور عشان يفضل يتقبلني ويفضل يخليني انجح زي زمان. لانه لا الجمهور بتاع دلوقتي هو نفس جمهور صعيدي في الجامعه الامريكيه اللي كان بيضحك على افلامك من 20 سنه، وحتى الجيل اللي اتربى على افلامك وكان بيضحك على الكوميديا اللي كنت بتقدمها ما بقاش بيضحك على الكوميديا اللي انت بتقدمها دلوقتي. وبس كده، لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وانزل خد لك لفه في الفيديوهات، لو عجبتك اشترك في القناه.